طلعوني من العربية، أنا خايفة. تخيل إنك صحيت الصبح ولقيت جثة طفلة عمرها 5 سنين ملقاة في الشارع، لا اسم لا عنوان لا حد يعرفها. السؤال الأول اللي هيجيلك في دماغك: مين اللي عمل ده؟ الإجابة هتصدمك، لأن الجاني كانت أمها. في عام 2022 في قرية هادية في محافظة الدقهلية وصل بلاغ لمركز شرطة أجا، بلاغ عن جثة طفلة مجهولة ملقاة بجوار مصرف مائي في قرية تل بنوت. الأهالي اللي شافوها أول ما شافوها جمدوا في مكانهم. محدش عرف اسمها، محدش عرف هي من فين، محدش عرف ليه طفلة صغيرة بتبقى في المكان ده لوحدها. بس اللي كان واضح لكل الناس اللي شافوها إن اللي حصل لها مش طبيعي خالص، وإن ورا الجريمة دي قصة مش هتصدق. على الفور انتقل اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية وضباط مركز أجا لمكان الحادث. شكلوا فريق بحث جنائي متخصص على أعلى مستوى، فرغوا كاميرات المراقبة في كل المنطقة، سألوا كل شاهد، تتبعوا كل خيط مهما كان صغير، وكل خيط وصلوا ليه كان أصعب وأبشع من اللي قبله. الطفلة اسمها روجينا، عمرها 5 سنين بس. 5 سنين لسه ما فتحتش عينيها على الدنيا، لسه ما فهمتش ايه الحياة، ولسه ما عرفتش ايه الحب الحقيقي. ورا قتلها مش شخص واحد، مش 2، 6 أشخاص كاملين كونوا تشكيلا إجراميا متكاملا، ومن بينهم الشخص اللي المفروض تكون أكتر ناس بتحميها في الدنيا، أمها. القصة بدأت لما روجينا الصغيرة شافت حاجة محدش في عمرها المفروض يشوفها، والمتهمين خافوا إن الطفلة دي تتكلم، خافوا من براءتها، خافوا من صدقها، فقرروا يسكتوها بأبشع طريقة ممكنة. بدأ التعذيب، شهر كامل وشهر تاني. روجينا الصغيرة اتعذبت بطرق لا يتخيلها عقل. حبسوها في أوضة لوحدها، قيدوها، منعوا عنها الأكل والشرب، وهي طفلة صغيرة مش فاهمة إيه اللي بيحصل لها، مش فاهمة ليه الناس دي بتعمل فيها كده، ومش فاهمة ليه أمها بتتفرج وسكتة. ولما خافوا إنها تفضح كل حاجة، اتخذوا القرار الأبشع في تاريخهم الإجرامي: حبسوها في صندوق سيارة. طفلة عمرها 5 سنين في صندوق سيارة في الظلام الدامس لوحدها، بدون أكل، بدون مية، بدون أي حد، 40 ساعة كاملة، والأم عارفة والكل عارف، ومحدش عمل حاجة لحد ما لفظت روجينا أنفاسها الأخيرة وسكت صوتها للأبد. لما القصة اتكشفت وعرفت مصر كلها، الناس ما صدقتش. إزاي أم تعمل ده في بنتها؟ إزاي إنسان يوصل للحد ده؟ إزاي قلبي يتحمل إنه يشوف طفلة بتتعذب ويسكت؟ أسئلة كتير محدش قدر يجاوب عليها. وقفت محكمة جنايات المنصورة أمام الجناس 6، والمستشار بهاء الدين المري قبل ما ينطق بالحكم وقف وقال كلام هز القاعة كلها وخلى الكل يعيط: روح صعدت إلى بارئها، لا راضية ولا مرضية، بل شاكية إليه ما كان من أمر البشر. الحكم: إعدام شنقا للمتهم الرئيسي وزوجته، والسجن المؤبد للأم، والسجن لباقي المتهمين. العدالة أخذت مجراها في النهاية، بس روجينا كانت تستاهل حياة تانية خالص، تستاهل أم تحبها وتحضنها، تستاهل تكبر وتضحك وتحلم، تستاهل طفولة حقيقية. بس على الأقل ما ننساهاش، وقصتها هتفضل تتقال. لو القضية دي أثرت فيك، اشترك وفعل الجرس، وقول لي في الكومنتس إيه أكثر حاجة صدمتك. عندنا قضايا أكثر صدمة من دي.